البارحة كان ضيفي من النهج الوطني من الفضيلة، واليوم سمعت أيضا أطراف قريبة على منتصرون قالوا إحنا مو 6 القيادات، إحنا 7 ومنتظرين واحد. يا بسابعكم منين؟ قالوا أبو جعفر أحمد الأسد ويانا في دعم الباسم البدري. هاي المعلومة عندك؟ يمكن يجيب. لا أنت أنا أسألك. لا يمكن يجيب أخونا لأن هو عضو أنا حول مناطق باسمهم. أنا حول أنا احترامنا لأبو جعفر. لا قصدي ولكن هو عفوا بالإعمار والتنمية، ويمكن يجيب. اجوا وياكم لو ما اجوا وياكم؟ أستاذ مشتق يجيب. والله اسئله. اجوا وياكم؟ لا اجوا وياكم لا ابو جعفر؟ أنا ما أتكلم عن هذا الموضوع. لا ما اجوا وين؟ أنا ما أتكلم عن هذا الموضوع. انتم 6 ولا 7؟ ومناطق باسم الإعمار والتنمية. لا مو اعمار والتنمية، عفوا. لا استاذ فالح، انتم هسه كم يعني منو من القاده اللي يصوت لمرشح المالكي؟ 6 ولا 7؟ العفو. في البدء هو كان أصلا 8. نعم كان نقدر نسجلهم هذول 8؟ كان 8 وبعدين صارت هاي الخلافات اللي كانت موجودة. وش قد هسه صاروا؟ الآن أصلا اختلفوا على أصل الترشيح، على اعتبار أنه صار قيادات أخرى للترشيح. قصد قياداتكم جبهتكم منو نقدر نعرفهم؟ والله غير مو سر. المتغيرات من الثوابت في العمل السياسي انا ما استبعد. القدر هاي حبيتها، هاي كلش حبيتها. القدر اللي جاب هاي تعزز معلومتي. العفو. القدر اللي جاب الكاظمي يجوز يفصل لنا واحد. لا ما يجي. يعني ممكن بعد لا مالكي ولا سوداني ولا احسان ولا باسم. نعم. ممكن واحد جديد. معلومه هاي جد احنا بعد تعودنا يحجوها بثقه. وانا هم ردت اسالك على تغريدتك مال 6 ومسيرين على المالكي صاروا 7 بعين الصديق وبيها تكمله. ما طبعا واحد اريدك انت تحكيها. بعد القوى السياسيه تطلع تنتخي ما يخالف. لا تغريدك صبرتي بس ما اقول لك واحد يسقط الثاني. لا يا 7 شلون؟ واحد يستهدف الثاني ويجي رئيس وزراء ومفصل تفصال. لا يا 7 على هاي السالفه. اي 7 اخاف عليهم من الحسد. هم 7. اي 7. 7 يعني 6. 6 لا 6 عجبت السيد المالكي. وطرف هو اصلا يعني ما موقع مع اي جهه. طرف ما موقع في اي جهه. يمكن صارت الاشاره الى السيد ابو جعفر احمد الاسدي. ما موقع وياكم؟ لا هو قريب ويانا. زين. يعني بس يعني كانما يريد الامور تنضج بشكل واضح لانه جزء من الاعمار والتنميه. وهذا القرار ربما قرار عدد النواب ما يوالم بعض الكتل اللي موجوده في داخل الكتل الكبيره.